يلا بينا نعمل كفتة الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتكلفنا. ويلا بينا ونقول بسم الله. احنا عارفين ان الحاجة غالية بس من نفسنا بقى. يلا بينا ونقول بسم الله. يلا بينا نعمل كفتة الفراخ. يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا نص كيلو من صدور الفراخ، معانا بصلاية كبيرة معصورة من ميتها، وفلفل ضاربينه برضو في الكبة وعصرينه من ميته. معانا طماطمايه واخدين اللحم بس ومخدناش القلب بتاعها. يلا بينا ونحط في الكبه بتاعتنا. نزلنا بالفراخ بتاعتنا، معانا معلقتين من البقسماط كبار، معانا ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وبهارات فراخ. يلا بسم الله هنشتغل بقى. يلا بالكبه هنشغل الكبه بتاعتنا. حطينا معلقتين من البقدونس كبار اللي هي نص حزمه. حطينا البصل والفلفل والبقدونس والطماطم هنضربهم برضو في الكبه. احتاجنا كمان معلقه بقسماط. دي ميه البصل بتاعتنا هنصبع بيها الكفته بتاعتنا. هنصبع بالشكل ده الكميه كلها. الكفته بعد ما صبعناها هنجيب الطاسه بتاعتنا فيها معلقتين من الزيت بس، هنحطها على النار. هننزل بالكفته بتاعتنا في الصينيه. الكفته بتاعتنا اهي بنقلبها. بصوا شايفين عامله ازاي؟ مقولكوش ريحتها، ريحه التوابل تحفه. الكفته بتاعتنا اما خلصت بالشكل الجميل ده شايفين عامله ازاي؟ شايفين؟ ولذيذه جدا وطعمها تحفه. بصوا بصوا عامله ازاي ومستويه. بصوا ومش فكه. ما ننساش لايك وشير ونفعل الجرس في الحاجه بتاعنا.